تفتكر ان انت عارف كل حاجة عن يوتيوبر مشهورين؟ طيب خليك معايا، لان النهارده هقولك عن 6 معلومات غريبة عن يوتيوبر مشهورين. معلومات لو سمعتها قبل كده كنت هتقول مستحيل. ركز كويس عشان كل معلومة جاية اقوى من اللي قبلها، ولو واحدة بس فاجئتك يبقى الفيديو ده معمول عشانك. يلا بينا نبدأ. اول واحد هو مستر بيست. مستر بيست مش بس اشهر يوتيوبر في العالم، ده كمان مكنة افكار مجنونة. الراجل بيصرف ملايين الدولارات على فيديو واحد بس اغلب الفلوس دي ترجع له تاني نفس الفيديو عن طريق الرعايات والاعلانات. يعني ببساطة كل ما الفيديو يكون اكبر واضخم، الفلوس اللي بترجع له من نفس الفيديو بتكون اكتر. وده خلاه يحول اليوتيوب من مجرد تصوير فيديوهات لصناعة كاملة بالمليارات. تاني واحد هو ابو فلة. ابو فلة مثال نادر ان هو قدر يجمع بين النجاح والانسانية في بث مباشر واحد. قدر يجمع ملايين الدولارات للتبرعات، وده خلى اسمه يوصل للعالم كله مش بس في الوطن العربي. اللي يميزه انه محتواه بسيط بس قدر يعمل تأثير كبير في كل الناس اللي بتتفرج عليه. اليوتيوبر الثالث هو الدحيح او احمد الغندور. يعني الدحيح قدر يعمل حاجة الناس كلها فشلت فيها، انه يخليك تحب المعلومات قبل ما تفهمها. اسلوبه قائم على الحكاية والإفيه، ربط العلم بحياتنا اليومية. فيديوهات بتتفرج عليها على كأنها مسلسل مش فيديو علمي كده، وده خلاه من أنجح صناع المحتوى التعليمي في الوطن العربي. رابع واحد هو لوجان بول. بدأ بصناعة محتوى عادي، بعدها دخل عالم الملاكمة والبيزنس وبقى علامة تجارية لوحده. رغم كل الجدل اللي حواليه قدر يحول اسمه لفلوس ومشاريع حقيقية. ده يثبت انه الذكاء في استغلال الشهرة. اليوتيوبر رقم 5 هو سيرفر دون. هو ما يعتبرش يوتيوبر قوي، بس هو عنده قناة يوتيوب وبتجيب ملايين، بس القناة ماتت دلوقتي مش عارف. رونالدو مش يوتيوبر تقليدي، بس وجوده على اي منصة بيكسر الارقام. اي فيديو او صور ينزلها توصل للملايين في وقت قصير قوي، وده لانه واحد من اكتر الناس المشهورة واللي بتعمل تأثير في العالم، ده من غير ما يعمل محتوى حقيقي. ده بيعمل فلوجات على اليوتيوب اصلا، هو نفسه مكسب للمنصة نفسها. اليوتيوبر رقم 6 والاخير معانا هو انا. بجد هو انا مش مشهور يعني، بس مشيها يعني. يبقى عني انه انا من اول فيديو في القناة المشاهدات بدأت تقل مش عارف ليه. يعني كل فيديو بيكون اقل من اللي بعده، وانا ثابت على اللي هو كل جمعة بالليل بنزل فيديو. طيب فليه المشاهدات عمالة تقل؟ فحط لايك واعمل اشتراك، فعل الجرس واعمل مشاركة عشان الفيديوهات تطلع لفوق زي زمان. في الاخر اليوتيوب مش مجرد مشاهدات ولا ارقام ولا لايكات ولا الكلام ده، لا، اليوتيوب فكرة واستمرارية وشخص يعرف يسيب اثر في الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب. ناس بدأت بالموبايل ووصلت العالمية، استخدمت شهرتها صح، وناس قدرت تخليك تضحك وتتعلم في نفس الوقت. السؤال بقى، مين اكتر يوتيوبر فاجأك؟ مين تحس ان قصته كانت غريبة اكتر من ان انت كنت متخيلها؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات. لو حابب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة واعمل لايك وفعل الجرس واعمل مشاركة. وبس كده، في ايه تاني عشان الجاي اقوى مليان مفاجآت.